رحمة خالقنا وجدت عنوان الشمل الملتئم، فالأسرة حصن وملاذ، والأسرة من أغلى النعم. إن صلحت أصلحت الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام كميك أنيكم دابلكو نايلوم معلتي مدبناون كمتي زحلف كابتي زحلف زغطسلو خينو بزعبا حدار زبل حزنا زلنا وهي حياة الزوجية زبل زحلف جيزة تزاريبنا نيرنا لومونكم وهم قلتولينا مسانا اتي مدبنا إرتراوي سدرابيت أب تحت زبل أرست مالتي أو مونغو سبعين سبيتن عود حدار كونن أب حدارهم كميك خون أرلون زبل كمون أتعبا بيقول عاهم ون أب قدايات من أسياتهن أب تمهرتهم سرحهم من عوتاتن هنتن هاجرن أما حدرتن سب موياتاتن كهونو كم زخينا من خوصو كابا تعبا بيهم كنقبرو زقبانا انتايو زبل سفح زبل من سب مويا على نقبرو مدبيو لو معادهم كم مسانا كنايت حلف زغط صلو خينو أستاذة خديجة برهان بعلت مويا أما خالد سدرابيتن أسلطانيت محبرة وقداياتن إيا إن شاء الله لو معادهم مسانا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة خديجة. يا هلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يسلمك، الحمد لله على السلامة. وقعد أحد مزاكي بسمين بسم سمعتنا مالتي نايلو معلتي من أربعة من زخنة كل جزء نتي غصري نايقدن زخن حطه لكم سلز خيل من أربعة أبزنا يسدرا بيتات أجمعت نحناون أستاذة نحطه أبزخنا ملست رخبو قطعة مالتي ويدما بقلي كذا مسأخته كتزارارو بتدليون أدراش أنا نهلي كنا نرخبوكم من إن شاء الله. قطر سلكنا 0044 794 8 13 لكم كمون أب نايل سات تكتاتلو زلهم 10 حالة 555 نايل سات فيرتيكال كترخبو تخليهم نايلهم معتي إن شاء الله بزعبا حياة الزوجية خناتوينا زحالة في جيزة كرمي حدار كجبرو زقبو نجارات ولد سب كجبرو زلو ويتاقوال ديا تي مرعوت خلت مرعوت مالتيوم نسون تخجبرالو بوجنن بقى وجننون كمي كخونالو تي كمرص وزقبو أمك بخمي ملكع كمرص لهم زبل بسافي حرينا نيرنا نايلمون مالت كل التسب أب حدر آتيوم تصبو مرجعات غيرهم كابتي حدر زاتولو جيزي كنجمرينا مالتيو أستاذة خديجة من أربعة زحالة في جيزي أو تزراري بنا نيرنا بزعبا كرمي حدر لمون دحر حدر زلو وي أبت حدر مجمريا سلسلة حياة الزوجة وي حدر كنبل كلنا حجي كابزرينا نجمر كابزي نساتهم تمرعيهم سابزا جزءهم آتيهم حجي حدر جميروهم ينانو بلهم سلسلة إتحدر حياة الزوجية زبال كابزري جمر دلو. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في المرة الماضية انتهيت زاريبنا قدم حدار تمرعى مدبارو بنتات في طريقة الاختيار زي مهمة. طبعا دحريو انتهي مدسة خلاص يعني مرعى جركاب بجزام التام عليه، لكن قدمي الله حنت نجر الله ممكن شوية تمزي خرداه لسه بجردة. هجي الرسول صلى الله عليه وسلم تايله في الحديث أقلهن مهرا أكثرهن بركة. يجي تاي يردوا سبعي يعني مهر قربي خف للازي لتيجر منتات يجيبون ده حرمسي مثلا قان سيتي لا يدليني إذا مهر زي أو أبو مثلا بس مهر زي مرعو كان يتيلوه شرعا يعني يجوز له يعني من تاي إذا حق يعني حق شرعي. لكن طبعا فهم صحيح كون له لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقلهن مهر أكثرهن بركة معناها التسهيلات ناي مرعى قدم كله عبوقان زي في بركة لحياتهم الزوجية، هو دليل على الصدق مالتي ونزح حدارزي خون مالتي مش معناها تنازلات يكون، لكن انت له سوء فهم له دائما. مثلا بعض اليوم لو سويت مثلا قرب مهر يقدم الكونستيتي لكن مشكلة مع سيمة تصير حر مرعى مرعى بخندز دي تمرعكي كأنه جزء يعني حجي من الأساس تجيجا ترديو خينو كم زي ما تصاوت جيرو خزارة بخلو دحر مرعى أفتح يبص حمار هجز مشكلة لنا إحنا ما
يعني زي نجر زي مثلا احنا تزارنا في الحلقه اللي حلفت هو زياون امبورتانت ادلايت يا معناته حجي كابزسني انا يبقى حقي حجي من اربعه قدم تحضرون ابز طرح زفشلون بزح حضارات الله ماتي ابزي ناي كندي ماهر تبل اب ماهر طرحون زي كونه ابتي سوزو قربو نغرات وقتات يخون ወይ ክዳውንቱ ይኹን ወይ ከዓ ጠለባት ማለት ይናታት ጠለባት ሕጂ ኣብዚ ምናልባት ቁርብ ኣስፈሕ ዝበለ ነገራት እንተ ትህብና ጽቡቕ ነይሩ ታጓልን ሰይተስኒ ትጠለባት ናታ ኣብዚ ናይ ሎሚ መርዓት ገብሩ ዘላስኒ ምናልባት ሓደ ግዜ ገሊአን ሕንቕን ዘብልኦም ሎሚ ተረኺቡ ዓይነት ማለት ሕጂ ተለይ ተዛሪብክዮ ሕጂ ተለይ ወሲትከስኒ ድሓር ኣብ ሓዳር ምስኣተኺ የለ ዝበሃል ነገራቱን ክህሉ ስለዝኽእል انت تقبر الله بس انت مشكله زيفها بخمس افكار نحر جميرت مرعى معناها بفرحات يجمر ذلك بفرحات يجمر كله معناها طول حضار مسكونه دائما اذا زربا له خمس الزن اقوى من السحر او اذا انت له العيار اللي ما يصير بدوش اذا زربا له ريحه دوشه تقبر اندحر ولا دي قتله بس دوشه دائما يقبر حجزي تي مهر كنا كنا ولا اي شيء مستلزمات المهر سواء ورك يخون جنتات له دائما في الاسلام تهله عرف له يعني عمر بن الخطاب حتى رضي الله تعالى عنه في زمنه بخطبه يعني سوى يعني انتيلوا مقدار معين للمهر للنساء 5 يورو انت سبيتي سيالاتهم مني لك هايلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حد مقدار معين للمهر كل واحد كم دليل يخفى سبيتها أنت أبرنا تقول يعني قدرنا يكون أبري كمان حيجيز مقدار المهر أساسا المهر حق المرأة يعني شرعا طيب سبعي ما له فضل في الموضوع ده المرأة هذه لها خلينا تكفليها دبلة تكفليها لكن أنت كاز مهر زيت المهر يكون ولا توركي أنت تعرفون يجيك أول شيء مقياس ناظم تعرف الشرع والعرف مثلا الشرع مقداره يقبر إنه تركوا للعرف العرف سبب تعيو لو معلتي قدم مثلا 10 عامات بخندزت مرعاوني راكبان سيتي حيجيب زد له خو جزي بخمخ مرعاويه عايز مرعاوني طبعا مستحيل لانه كل الزمن ناتو له مقدار ناتو نتجيزيتي مناسب لكن اذا حيجي اي نفعني سو كاي حيجي مقدار تجنزبي 7 درجه لكن انت في الحقيقه تجنزبي عند الرأي السلوك للرأي ده اذا دليل انت مالتي 7 يزي والله اول شيء خاف الله سبحانه وتعالى فاهمين معناها هو خلق الله خن دين الله خلق الله خن كله من ضمن الخلق معناته له كرم الله كرم كل كله معناها كم يكريو انا زي ما هرسد هو ذا خو نزل سبيتي زي سبيتك خوني يعني كأنه عيد من لسند الله اذا كرم انا تي مالتي طيب كهبالني كان زي اللي بحرق اقول كوينه كهبالني ما في مشكله كان سيتي زي سبيتي كان زخر ياخذ له وما يرضي الله سبحانه وتعالى خبايو خلاص بتنحل الموضوع يعني تجنزب مونجو نايشجر يكون يعني مشاكل دمسي يكون طبعا يزيد دليل على ايش على خلقه تدي فتصب اخلاقنا تدي الراي اب جبريل الراي حجي بدايه بتمهر لكن اب انا دحر اب اتي مثلا سبعين من تاي كم زي طيب تدخل عندي هاموني ولا ندحر خلق وين تحجزوني دي تبرني من اولها جميرو هنز معناها مشكله يدحر حجي كون سيتي مثلا حقها تبل لكن حقها إذا تجاوز العرف المفروض طبعا احنا ندحر علم له 5 سنين جهلت له لكن مين يضبط هذا الشيء ولي الأمر تعرفنا توم انتايو إذا مهر كندز خونا بالمعقول يعني كندز ورقي كندز مش عارفة تقسيم معين له أكثر من كده ندحر طالبات له خينو ساد الله يتزارع أبو له ولي الأمر له بطريقة صحيحة يقدر يضبط الأمور مالتي ما يتبلوت يكونه نمتاي تعرف ناتو نمتاي من سنة سنة حسنة كان له مثل أجرها يعني ومن سنة سنة سيئة حيجي السنة اللي حرب واحد رأي لقنتات قال انتاي السنة خونا له حيجي قال فلانة معه كلها كم ناي قال فلانة خو متطلبات قبل تيجي تحراي سالسيتي تمزق لعلي أنت وس حيجي تاخذ نجرتي سنة خونا له سنة في السوق حيجي زي مهم جدا كرد له سبعي قرب مهر تهيبو طيب ما يشد حيله مرة أبتي أبون حدا كذي يجاجيو بزحت أبوتاتكم ورينا لنا تجاجيو مالت نتاقوال نسيتي ويجذب دليو نو بزح جنزب دات قلبه نويح مالت بزحت متيمو عبيتي زخون مالت زي كقولو نجارات النابلة ويكم تعرف زلوا بوتا ويكم تي بحلف عبال السعودية مالتي
تندق نسيو خيتمرعا نويح تصنحه حجي بزون تي ناتا عدل كي رأي تي أبو راح لي تجنزب بزحت راح نلاوسخي نع جيزة زحلف هلا أبونا له كم زي استرأي له لازم زي جيجا انتهي تبليه طبعا من ترك الشريعة احتاج إليها الناس دحر يا بإسلام كنا بقول لهم يا بدون إسلام في حياتهم الزوجية الجين دحر بنا كل نجر بأساس تيتي إسلام بتي مخافة الله سبحانه وتعالى هين وخمسة كابين لكن من تاي يسترخي بقول له لأنه مراقبة لله سبحانه وتعالى يعني خلاص نهاية الدنيا تروح خمسة تجارة غير ولا سألتبه خلاص نقول لك مرعاة تدري خمسة السلعة كل ما يخبرها جنزلنا تأخذ السدين بر مع خباه ما يكونه طبعا زي نتيجة ناتون تايو تظلمي متصلو تظن كأنها من يدود ظلنا قبل ستيتي حيجي أي مرعاونا دلها بالنتيجة أني ودخ أني مرعاوية لأن صعب خونا لتمرع خلاص كم زي من استطاع إليه سبيلها خونا لتمرع نفسه حيجي زي كم دايما متصلو كله زي تدين مقداف خلاص الواحد مست الدنيا مست عادات مست السنن السيئة دلنا ينسى مسوط راح يخيط وينه خلاص نتيجة طبيعية يعني احنا انتهينا في الحلقة الماضية سبعين سويت انت خركب كله مودة خركب كله رحمة ركب كله إذا أتم معنا خلتي كرب العالمين قريبين يوم فالله سبحانه وتعالى يضع في قلبهم إيش المحبة كل ما يروح يروح يقول لنا إذا كان نفس الشيء في واقع الحال كل ما تبو أبو قالهم ولا حتى أبو ودي ولا تودخ مرعاه اللي كله دحر مراقبة لله سبحانه وتعالى له خلاص رب العالمين كل نجر يحجز يبقى بستات وخله لكن كله قدف كله خلاص مشاكل ركبات حيجي زي موضوع زي أو زي نجر زي أبي تبصحنا تمهر ناتامس وسدت كوان سيتي زي حقها شرعا الحمد لله تتصرف فيه ما حد له في شيء فيه دحريوت المرأة ما تصلح جيت حدارك قوم كله طبعا مرورا بطقوس الزواج يعني تمرعى حفلات جلمنتات مش عارف ايش زي طبعا بالضوابط الشرعيه وضوابط العادات والتقاليد والعرف يعني الاسلامي خون كله تمرعى حدار خونا له حيجيب زي حدار زي 70 حيجي الخطوه اللي هي ايش اللي الثانيه جميرنا لها حقيقيه يعني 70 سبيتنا حدا كذا ترى خيبه ماله 70 سبيت واحنا نظرنا 70 كاب فولي عائلة أو سدرا بيت مسؤوله فولي تربية ترغيب له فولي حنقول فولي حسابات فولي تعليم وان ستيتخ عن نفس الشيء هاي شغلت يوم مختلفين اختلاف ناتهم شيء مطرح لا كابتي باك جراوند ناتهم خلفية ناتهم اللي جاي منها مختلفة تماما انتي فتو انتي تسأل حدا يكون كل يوم كم يحاسبوا خميري وهنا في اللي يعني برتع في اللي يعني كم يقرأ في خلطوية أب حدا عمت أب مجمرتها مرعي كمان دحريد ما تزلون أنت أول مجمرتها عمت كان زي شهر عسل يوم زي هانيمون يوم دلو خلاص تفرحات تحقواس قلت تلخينه كل واحد يتصبغ أنا قلت راح يدري دلو خافت خالاي دحريد هو لسه الحفلة قلنا قدميها من البعض قدم زي أستاذ أبتناي مجمر حجي قدم زي حدا مجمره ما بحاله بتا كوينهم زقورو هانيمون نبولو تناي شهر العسل كلمة مقتاوم أبزي من البعض هل يأثر تأثير قبر دويك أم تي أب حدر زطفون أم مرعى زطفو أبتام عالتي أمالتي وعبيتي قصر تخاريوم بزبالة تأشو منخ حلف ناتي يبلس ناتي مرعاهم زي نيرو يلوم مستحي حال حبر سب توادا ديروم تي أبزي زتفق جنزب نتي حياة الزوجية ساتهم كجمرو حجي تصبيهم زهلو سو تأثير قبر دوزي ما بالنوع بزح جنزبات في بزح جنزب تعشو مغيرهم طبعا تلكفنا نحلف زي كباي زي طيب زيد طبعا تأثير قبر برتوع كمان تأثير طويل المدى كمان ده حراي نمتاي إذا ظهرت السكرة جاءت الفكرة خلاص نسود أنا زقول الذي دحريو يجمر تحسابات هنديات فينا خبيت لك يا خمس عارف إيش هيجي 70 تيقبر دحريو أبتلق أحد راح يعزو طبعا نحن زقول زي أب قصر عبي مقبار أب زي سفح مرعى قبر كله من الأساس انتهى نريال لنا إحنا زي كنا نري تي قضية خاب أول تمهر تقدر من تخفل كله تقدمي وطريقة الاختيار السيدنا قرنا هذا اللخمي يبريز مرعزي هجين دحر مثلا بأساس صحيح دحر جميرهم اختياراتنا يتمرع معناها في تمهر قلت تفوز حلو بما يرضي الله قوانين
أبزي ما يرضي الله تعرف مهاراتي أنت وركي أنت نحب بسيحهم أفتي حفلة ناي مرعى أبو في حي قبروني مستحيل يعني لمن تاي معنا زم سبزي أتم عاقلين واعيين مؤمنين وفاهمين هجيت المرعى قبر كله كنت قدراناتهم كنتي سهل بسيط كم قبروني كم جرم كحلفوا تمام لكن عند حنا الأساس اختيارات طريقة الاختيار جيجا خون كل سبعي ولا سبي تختمر ولا مرعو ولا تود سب مثلا وانسي تختمرعو كله على أي أساس تمرز قالوا ملكعة سدرا بيتا جنزبا جنمتات معناها أفتي ما هركبص حلو أبو خج مريم مشاكل عندك خفل لاني مش السهافتام يقول هافتاميا معناها هندز خفلوا لي لو ساتبل صح انا هندز خفل لاني زي قولي قلت يقراجو جمهور بزي عند حركه اتفاقيه بصحام امنتي يقراجو افتح حفله انا والله مرعى كله حاجه زي اول مرعناتي كوينو انا قفي حيدلي سب مش عارف ايش كم قال فلان يدلني خم قال فلان يدلني خمناتي قبل يقفي حد خلاص سبعك انا مضغوط كوينو ما بني على باطل فهو باطل يكمل خلاص حيجي مستمر أو مسحلة في شوية شهر عسل كم تندور حي تصبو يجي حسابات مزة حيجي زمر عايز خندي حليفنا له خندي أطفينا له خندي بمتاي حسبه جمر تديوناته متاي عند التحسبه تسبيتي كان سيتي دحر مرعى تطبع حقيقي وتصل حيجي انتي طلبات مزة خمس هنجزينا لنا خمس هنجبر دينا لنا أكمس هنكيدينا لنا لسه إحنا مرعوت دينا طلبات مسخولة حاجة سواي تزيلوا مالتي خاب تفعل بناتو نتواقع يبارابر ولا إحنا يبارابر ساعتها يجمروا في الجراج أو يجمروا فخلاص يعني أساسا ما أنتوا بدأتوا غلط يعني فالنتيجة غلط فزي تي مقياسنا حاجة إحنا حتى زمرعات كيف حنريح لنا كون متأكد قدميو تجراج مالو بس إحنا نريد لنا دائما مسلسل تصبونا قرنة مرعات قلتنا نريد لنا في الكواليس في الخلفية نكرج أو بزحلة يعني والدحرات عنه ما تصير وزي مشاهد صراحة دحر مرعى مثلا شد شورحي ولا عامة ثلاث عامات فتح متصل حتى تقول له أنت فتح متصل من الأساس جي قال له هذه هي الإشكالية يعني في هذا الموضوع. سلازي حجي يوم حضر جميرهم من البات أبزي እቲ ኩሉ ምስኦም ዝነበረ ዘጣቃዕ ዝነበረ ኣብቲ ገስሩ ኹን ዓበይቲ ነገራት ገይሮም እዚ ኩሉ ገዲፎም እዩ ዝኸይድ ብድሕሪኡ እሶም ንዖም ኢሎም እዮም ገይሮሞ እቲ ሰብ ክሪእ ሌልካ ኣዎ ሳቶም ኣጣቂዖም ክኸዱ እዮም እሶም እቲ ገንዘብ ዝጠፍአ ግን ኩሉ ኣብታ ልዕሊኻ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ዓብይ ጌጋ ኣለዎም ዝግበር ዘሎ እዩ ግን ሓንቲላ ምናልባት ካብቲ ዓንቶይ ዝተንከፍክያ ኣብቲ ናይ መጀመርያ مهر كجبرو كهبون كله وانتلقى لبامات كوينهم بتناي دين دحر كيدهم سي ضبط دحر غيرهم ملو من البعث هاي جبرون يوم نزبل معتي نابنة حجي أب سعودية انتي فلوتيو تي مهر شح كرشي ويك أكلت الشح معتي مقدما ومؤخرا له شح كابكلت شحن العلي أي وهابني أسيرهم بحل في أب إرتراويان مالتي صبو حجيتي شماغله تاكيبهم يمكم غيرهم تقولداي حجي ابزي كاو حلف ايكلني ولا مليونير رخول مالتي اسو بخال زغبرو نغرات تزي كوينو بخالو كيدو زسبت تزي كوينو مالتي حجي قنسو ولا نزيان كفيلو صباح نغو خيدو ابتي كم تاعنتي زبلنايو حد عبي قصر قبر غنزو بيطفق مالتي زو كله حجي تسب كرياليو برت حدار كميو زمص دور لحدارنا انتي كنقبر لنا يلوم حالي خلت يلوم حساب غيرهم ايكونون زغبرو زلو انتي دا تسب كريو حجي سلازي تسب ريو اجبجبو اطاقيو خيرو حجي كن اتي صقم ناتهم مسኦም تريفلو ابتا غزا خالو مالتيو حجي بزي اتي صقم ناي حياه الزوجيه كمص زخيل مالتي غوالن سيتي حجي بزنتا خدغبر الله مالت حانت غوالن سيتي لبام دحر كوينا كاب ابز غيزه زي كم يكون الله مزي بزح طفات زلو زجمرو سبعي حجي تبارابيرو زو كله غنزب طفيو نساخم يكتكون الله والله لبام دحر كوينا خمس بلاد لها اساسا ابويت بس خلي من تاي ساتهم دلله في قبر خد اللي خلو صدا ايما تطقتوليا في النص بتبخلتها مالتي بالتالي لبام خوينا معناها هسه المستقبل تحسب على انت حرقت تريد لها حجيك وانا تريد لها فمن الاساس تطوق تكتب لها
لكن اندحر خلاص إن خوينو خلاص تنقرتي بقدرتها يعني تكتب بلطوليا أو على الأقل كمزي أقل الخسائر تتقبلها في الموضوع ده كله مس المعاودة بندا زاربت الاتفاقية دا قبروا بالضغط يعني مالتيو تسبب بروخ اليوم مثلا حفلات مرعاتات قلمتات نتاي أبونا الدن نداودي قفح كبرو دي حجي 70 اندحر سالب بانقينا معناها مزست مرعاد اللو تسامميعهم أبيلهم سبب دوالخ قبروخ اليوم تبع تصح نقول خسارة نعاتهم سب الطائم أبيلهم مرعاري يوم قلت تحويسهم خديهم لكن المغرم نعاتهم كله اختار فلامي فزيت قدراتها أيوه لكن الحريد متزلون تايد قلت قبره مثلا حدان مسكونة الشيء الوحيد تقبر الله صبر تحجزوا الله بس انت ما في شيء يعني بيدان قلنا قبره يبلا كنا بلا قلنا والله احنا حجي والله يزبر عاجو خوين له خلاص ديونا له مش عارف ايش يلا حجز يو بخيلتكي خمسة أطويب لان أساسا قاعد فهي إذا من الأساس طريقة صحيحة خجمر لهم وبس يعني غير كده أخطأ له لازم الله أخطأ له تيجبر راح أنتي صبرت راح يدليس قاعد أحلف صبرت لي دحر نساون حجي دارك حلف النتي بالله ما تاب نسيتي حلف النزح ولا حنتي انت هتقبر طول ساعة ولا حنتي انت مزاجهم كم قبر اليوم لو خلاص راحتكم تقول لهم تاي تتحقوا الساعة خلاص كيفكم صباح نقص خيدم تاي بالكي لكم انا يسمعكم مني اتبل يعني زي ما يقول تحط رجل على رجل تتفرج يعني تكبر ولا حنتي حجي حدا خبتي نحن امنا ايكونومي قداينا حجي نزارب زلنا بتناي اقتصادنا توم مالتي زي زمصالهم صقم ግን ምናልባት ከም ተዓተው ዝብልከዮ ክልቲኦም ካብ ክልተ ቤተሰብ ወጽዮም እንዲም እቲ ሓደ ቤተሰብ ናታ ቤተሰብ ፉሊ ኣተሓሳስባ ብፉሊ ኣተዓባብያ ዝዓበየትያ ናቶም ዝኾነ ተኣሽሙ ዘለዎም ገዛዮም እቲ ሓደ ከዓ ልክዕ ከምኡ ካልእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሕጂ እዚኦም ክልቲኦም ነንበይኖም ዝኾነ ሓሳብ ኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ክልቲኦም ሓደ ገዛዮም ዝምስርቱ ዘለዉ ካብቲ ናይ መጀመርያ ክገብርዎ ዝግብኦም ኣብዚ زي حدار زي صبوق نخون انتاي كغبرو غبو مالتي ايوه اول شيء انتاي نحنا مع الاسف الشديد بزحات سوت له متصخلو حتى مري حدار غير انتاي اب حنقول مصت فكره دلو خلاص زي سبيتين ديا كم دليل تقبر على تمام كانوا مجزات يعني كم زي يعني عقلنا تعقل الباطل هم بلا يعني خلاص كم زي انا دبلكو هتقبر على خلاص نقطة من أول السطر هيجي كان سيتت أتوها لحدار طبيعة النساء يعني هم يكون ذاته طبيعة النساء أنت أيوة بحداركم كله كيف تقولني تحدارك فلتقولني معلش أقدر أنا يخو إدي أنت أش مخون يعني في مرنة أتولف عليه كمهارك من جديد أنت سبيت دائما تحدارك ما تريو مثلك كم زي أساس إن كل شيء يعني تضحية من أول تقبر فتتفلطوا بالدنيا كله مستعدة تقتفلها نسب عايزيله طبعا سبعين تاي مسلود اللي خمس ضعف هيكون الله سبحانه وتعالى قدرة هي بواري سبيتي إنها تنسجم وتتكيف من السبعي مستحدش نقر نمت يا سيدي دورها عظيمة من السبعي زي اللي ما أنت تصبح نقول دك الله هيجي دك هم تخلو سلسل ربعت من الحوالي ده سلسل ربعت أتم حالي يكون طبعا فلي هيجي بس كلها كنت ندحرك تراخب بينا بتعاملات وينتات مرينا خونا له خول مثلا مزي خمسة حنقول تخيل مزي إذا قدرة رب العالمين هي هيجي نجي مثلا مثل السبعي كميري تحدار كم زريو كأنه خلاص سويتين دي دبلكو خد جبر له بخمسة أتو هيجي جراج أقوله أنا دبلكو خد سمع لك أنا دبلكو مش عارف إيش جراج أو سو دائما نفس حنتي زرباي دقة أنا سواء كان بالقوة سمع لك خلاص الطبزة سبزي كان مختلفة كاب مختلف بيئة مثلا حسابات تربية سدرا بيت باك جراوند مختلف تبعي تفتو تصلح عليك وانا صاغ عن نفس الشيء سبعي لكن كم يمثلون لله هيجي جراج أو مسألة مش هراي انتاي زرباي سمعني يا خمزية مشاكل مثل كل زنتاي مثله من إيش كم تاي تبجسه بجهل طبيعة الإنسان مختلف هو مش حجي ولا إن شاء الله 100 سنة مختلف كل 70 سنة مختلفين يمزوا لذلك رب العالمين انتهي له 70 سنة معه لهم
نظام غير لهم إذا اختلاف زخي جراج أو مثلا نظام بعده غير لهم مش نعتم يلوم جبروا نظام لا أنا غير لكم على نظام امشوا عليه دحري اختفلتيهم كما يركم كبس نور حاجة النظام تاعنا نحن في الزواج حقوق وواجبات سواء دخان نجاري يخون دخان علمي يخون دخان باك جراوند ناتو يخون ولا جوانسيتي خما مختلفة هون كلها كل واحد انتاي مأمور حقوق ناتو قبر له واجبات ناتو قبر له حقوق ناتو خوست له حجي في الإسلام حقوق الزوج له حقوق الزوج له واجبات الزوج له واجبات الزوج واجبات كانوا كنا تناتو مهمة انتاي تدور ناتو أبزنا رازي انتاخ قبر له متسويت زيادة هل حقيقي أتمرعها أتوخل لفتنا برابس أبحدارك أتوخله بعقلية ناتية أنا دلاي دبل واخبلا سمعنا اللي بخموتك أتوينه معناها زي كنز رب العالمين غير له نفسه مالتيو تعالى ذلك الله عن ذلك علوم بس من زين أي أستاذة من البعض طاعة زوج انتي خنوا له نخيلها بزي مالت نسانعو كتيوعر لوا كتسمعوا لوا خنو بالكلنا سني انتايو مزح جنزارو بزلنا ولا وشيء في الإسلام ضوابط له طاعة زي سبعك طاعة ولا ولا واجبات ولا ضوابط له بس من نيطاعة هنزارك بنا طاعة مطلقة يكون نظام ماله زمنتاي الله سبحانه وتعالى كرامة المرأة محفوظة يعني ما في سورة في القرآن الكريم سورة واحدة هي اسمها سورة النساء معنا في سورة النساء ترتيب وتنظيم للحياة الزوجية كامل يعني يردون السبزي إنه إن طاعة المرأة لزوجها واجبة لكن هي طاعة غير مطلقة يكون محددة يعني وضوابط له ونظام له لكن قدم الطاعة زي أول شيء قال له مسألة اسمها حقوق واجبات له السبعي حقوق قال له خوص له خمس سبيتي إذا حقوق قال خطبوها الله سبيت خاني مش فتيات تكوانتين كتبوا له لا ولا إن شاء الله 100 مرة تصلعيه كتبوا له لأنه الله سبحانه وتعالى ناتيز دي له حقوق ناتيز تبين لك خطبيه له خاني كان زي فتيخيه تبيه تصليك أي تأبيه كونه لا فتيخة تصليك تبان لك لم تعطي كل ذي حق حقه إذا المسألة كده هي لذلك هنا الله سبحانه وتعالى شرع هذا الشيء بأن سبعين حقوق تولى السبعين ما يقره يعني الشرع طبعا ضمن الضوابط الشرعية وبالمقابل سبعين كان حقوق بالغ للسبيتو مجتمع عقايهم كان لهم معلتي خلاص ناتيا كأنه مجزأتي لا كتبان لك وفتي خيات صليك يا كتبان لك لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى يعني أساسنا يزمر عزي هو طاعة لله سبحانه وتعالى فالإنسان انتين قبل روح جديد مرعى دائما على سنة الله ورسوله عند الله كمية أساسنا إسلام لكن في داخل الحياة الزوجية توشتي على غير طاعة الله ولا طاعة رسوله خيد الله مخالف لأمر الله ولرسوله خيد الله عشان كذا شجر ركب له مشاكل ركب له أفتح بصح الله لكن من الأساس ندحر على سنة الله ورسوله خون كله تنابرون كمان على سنة الله ورسوله خيد الله لذلك استبعي تحو نايسبيتي خبر له فتيوات صليوا مش مهم يعني وواجبات ناتو خانه خجبر له يفتوى يستعخ جبر له استبعي مش عقد يجر له واخذنا منهم ميثاق غليظ إذا ميثاق غليظ ضوابط له شروط له كونتراكت يعني لما أنت سبعي دحر في شركة صرف بينه كونتراكت بونه منتهي ست إن الشركة تعاقد ناتو يجبر له نمتى ترات تي دوموزو خي يقدل كي مشاكل كي متصوغ نمتى ست له خيدا له طيب زي نفس الشيء لكن عند حرصت إلى كذا بحذر زي من عقد مع الله سبحانه وتعالى هينو مشكلته أبد الدنيا راح يكون أبد الدنيا وآخراني فإذا عبي شجرة له نفس الشيء كان سوان ستيتي سواء راح يكون زربة نفس الشيء كان بانو ستيتي لو ما عارفين ده حقوق وواجباتنا يسوي أي دحلي تجبر بيننا ودائما كلنا جرك تجبروه خلا على أساس ولا فتيات تسألي أيه ولا معك خريه ولا لما معك خروه خينو معناها ربنا يسترنا إحنا نبرن يعني زي يغضب الله سبحانه وتعالى فطبيعة الحال إنه أي شيء لما يغضب الله شيطان لا تقول فهنا إذا نجي ندور مسألة الطاعة هنقولنا هل هي طاعة مطلقة ولا طاعة مقيدة نسبأي لا طاعة مقيدة هي ضمن الأحكام الشرعية إذا خلوا أخر لسبأي أي بأس المسلمين أي جراج هوني تحضروا سليم في جمهوري قصيلو يرد أيكم مهارة يتنابرا خميك هوني تحضر كمية كايد مالتي ስለዚህ ሕጂ ብዚ ምናልባት ናይ እዚኦም ክልተ ሰብ ሓዳርሲ ናቶም حقوق والواجبات ክፈልጡ ኣለዎም ማለት እዩ እንታይ لازم ስለዚ ان شاء الله እቲ حقوق والواجبات ምናልባት ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ክንገብራ ማለት ان شاء الله ክቡራት ተኸታተልቲ
دحر مساقاقرهم لسكمي مسانا صنحو. فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا فالأسرة حصن وملاذ والأسرة من أغلى النعم إن صلحت أصلحت الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمليسكم الله كبرات تخطات التلفزيون سلام. أستاذ خديجة من البات أبزناي مثلا قبول مالتي حقوق والواجبات مثلون تايو قبول كهان تايو زبل مالتي. سلازي أب كلتة سبعين سبيتين بوجن قال نسيتين بوجن سبعين مالتي ناتهم زخونة قبوات اللوم قبرو زقبوهم مسالات كاللوم مالتي حقوق قبل على تحدى مالتي. سلازي بناي سبعين دهن جمبر من البات سبعين تايو واجبات زلو قبل على سبيتو مالتي قبرو زقبوه. الواجبات أول شيء خلينا حقوق نعطي نزار. حقوق هراي. كنزي بعض اليوم هلا سويت كنزي حقوق واجبات نزار فأنا كنزي كأنه نحن مستبيتين هذا دائما يعني تي الصفنا راح نوصلنا حاجة سبعة كنزي مظلوم مثلا يعني. أيوة. فإحنا أول شيء لا نعطي حقه يعني تي حقوق الرجل الزوج على زوجته نزارنا أول شيء. أول حق وأعظم حق دلون تاي سبعة طاعته بالمعروف يعني طاعة الزوج هذا واجب أوجب الواجبات يعني. طبعا طاعة حقوق كنا بنتكلمنا بجمرة أنت إكسبلين كن قبره تي حقوق كنا بنتكلمنا حقوق تي دقبقه أو اللي لازم كابتا سبيتي معنا أيوة كابتا سبيتي دقبقه كابتا سبيتي سكرو خبوز دقبقه نجارات كم بعد حذر مالتيو كاب أنتايو سامس أزل لابز أبز جزاز سني تأشمي كنا تر مالتيو مسؤول تحياتنا تا مسؤول أساس رزق لزخونة إذا سبيتي زيا أنت عينت حقوق قالوا خبأ مالتي كاب آخر خبز دقبقه نجارات بالضبط حقوق ناتو خبزة سبيتي زي أنت آخرك بالو لازم تفلت قالو وانستيتي بالضرورة تفلت قالو كمان لمنتاي دائما نحن نبل أبز السوق فهم له في الموضوع ده. فأول الحق ناي سبعين تايو طاعته بالمعروف. طاعته بالمعروف ممكن هذا دليل إنه طاعة الزوج مش طاعة مطلقة يكون بتصبق كتزوجه مالتي بتصبق كتزوجه أيوة لا بتصبق الزوجة بتواجب ناتو خالد كتفلت قال له أول شيء ناتو واجب يزي يعني حق ناتو يعني مالتني تساهل زقبو نجارات زقبو مش لو معك طاعة أخذت بخلا مثلا خاجز كان ديخا أنا مش لازم أبزع يفتوني قال ما كم ساكله طاعة هو خلاص كم زي طاعة لله سبحانه وتعالى إذا كان حقنا يسبع يكون طاعة في المعروف هنا له طاعة خاني في اللي تقدر عليه مالتي حاجة طاعة سنين بالبات تسبب تقرنيها النقر طاعة مالتي السو كجورو زقبو ويكأت إزاز كفوت زقبوي كأزز كله سبيتي حراي لا تقبله مالتي مش عارفة يعني الكاميرا هذه ترجمة ناتها تخون تتأزز ناتو مال سنين مسموع خون تقبله مسموع خون له زي مهم لمن طيب زي مهم زي لأنه أي حدار لازم قائدة له لازم حلاف له كل يوم حلاف الناس يعني كل يوم قيادة خونو قادة خونو يكونني زي يعني إشكالية مالتي حدا زرب خصم معه إذا حدا زخصم معه كله من يخون له سبعي ولا سبيتي الله سبحانه وتعالى قرر إنه الطاعة هذه للرجل. طيب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. إذا كم حنت هاجر كن حسب عن حنت هاجر حدا بريزيدنتي حدا نجوسي زلوا كلت النجوس كم حدا نجوس أيوة حدا نجوسي بس إذا نجوس زي كمان شروط له مش لما عالتي سبعي تمرئيس بيتي خلاص أنا طاعتي يكتب له والسو لا يؤدي الحقوق ولا يصرف ولا أي قيمة يبلون بس يطرح علم حزو زي طاعتي واجبة له لا عشان كده نحن تينا طاعته بالمعروف الله سبحانه وتعالى جاء فصل الموضوع ده كله فإن الطاعة حق للرجل. طيب لكن جعل كمان تغير له مش طاعة مطلقة شروط له زي طاعة زي طاعة زي أمن تأيد خون له هل فيما يغضب الله هل فيما يرضي الله هل هو في الواجب هل هو في المندوب في المباحات دي أمن تأيد طاعة كلنا كرا طاعة
سباي لو معلتن سبيتي خمسة خدن لكي أو كتوصل لخمسة قبر لكي تيلوا مثلا سامو حجة بدخل والله يبلا أنا يا أخي الحجاب زي دليني هم عادي فريخ توصل لك كذي أيدليني أنا أيدل مش عارفة إيش بلو تأبي لا أنا سباي كي طاعتي واجبة وأنا أتحمله أمام الله سبحانه وتعالى خلاص بالراحة تبلو لا يسمعني زربها ولا طاعتك في هذا الأمر أساسا مش واجبة نمت الله سبحانه وتعالى أوجب على المرأة الحجاب والستر طيب حتى خبر كل أصلا جراءة يعني منه الرجل بحريله أنا أتحمل هذا الذنب أمام الله هذه جرأة يعني صراحة يعني وسوء أدب مع الله كم مخبر كل أنت معناه هو نفسه أنت رياله خمس رب الريال نفسه إله يعني رياله مالتي فإذا سبيتي حجي في ذا الحالة مثلا حجي ما يجب عليها طاعته طيب في مثلا قال له طاعته في المعروف مثلا أي توصي خاب جزاء إلا بإذن تيلوا خلاص كاب ساق جزاء ياخذ وصية بلا إلا خد نقره له إن شاء الله نقره تتخيل تبلو له زواج بناتي طاعة طيب إذا نمت عايزه كله هل هو في مشقة لسبيتي مالتي مشقة يقول له هو تدريب على إنه الحياة الزوجية تمشي بسلاسة لو ما عرفتين حر نقر بيتي خيدين دبك خيدين له هو تصدين له خمس محاجتي قلمتات أي تحتون ولا أي توصلنا ولا هلا تخالفه هلا إذا خطر يعني لو ما أنت إذا مخالفة مسئلة تصبح نواب كلمة مخالفة فهنا إذن واجب على المرأة طاعة الرجل وهذا أوجب الواجبات وأول الحقوق يعني لازم سبيتي تؤديها للرجل طبعا إحنا زي طاعتهم كلها تفصيلات بزحة له صراحة في الفقه لكن الأصل إنه المرأة تطيع الرجل زي الأصل كان النجار له تفصيلات له زي يعني شرحناته مختلف شوية بحر انت له مثلا اللي هو من حق الزوج معاملته بالحسنى ولهن مثل الذي عليهن المعروف معاملته بالحسنى ببساطة كمي السخي دليل له تعامل ناتو مساخ خول نفس الشيء تبي لك نفس رئيسي لو ما عندك هذا دليل بصبوخ الزاربكي معناها لازم واجب عليك تصبوخ الزاربكي خير ما يكنز النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث خير ما يكنز المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حافظته في ماله وبدنها المرأة الصالحة كنز كله له لمنتهي معنى هذه المرأة دائما همناتا حقنا يسب أي تكتبه حقنا تخن بالكل أنت أيوه اللي هو المعاملة بالحسنى بتصبوا جاز بتصبوا ملحاسة بتصبوا رأي بتصبوا منظر من كل ناحية مالت تأدي له هذا الحق إذن أكد الواجبات مالتي وطبعا إذن كلنا ما يرتبط بفتوى دي تسأل أودي لما أنت خريال لا مثلا عبوس غيرها كم قالت الزارب وبدون نفس قالت ما يجوز يعني شرعا ما يجوز طيب قال قصخ صح قالني 24 ساعة والله تخيل كي صبوا يعني لأنه في النهاية زي كل زي لله سبحانه وتعالى كلنا قلنا نبين نخونا له المشكلة مثلا أنت مثلا نسيتي في مسألة الحقوق الزوج على زوجته نحن نستي عاطفياتنا حجي حسبتي مشاعرنا هنا مسينا نخيل يعني لحر لما حسبتي تصبوا على مزاجنا تبايا جنت طعمهم السبايا لحر كم قالت جراج يوم خلاص نكتر يوم سبايا طبعا زي خطر يعني لأنه في الإسلام المشاعر دي شيء والحقوق والواجبات مختلف يعني في الموضوع ده طيب عندنا كمان اللي هو حفظ المال الزوج هذا كمان من حقوق الزوج لو ما عاد جنزب بسبب أي سبيت تخباه لهم مصروف ناي جزاي يخون ولا تحديدا قال نجر قبل خلهم تحب جنزب مش جنزب طرح ولا أساس ناي تجزا تقحط ناي جزا كل نجر تحت إيده يدله فهي مأمورة شرعا أنها تحافظ عليه يعني تتعامل معه بما يرضي الله سبحانه وتعالى مش تسبر أو حتى مثلا حدش في جزبتان قال له سرحنا يتكون كلنا له مش له قال نجر مسبر مش بهمال يعني من تاي طيب كم زي خاص أحسن هالك جزء عليه متى هذا حرام شرعا ما يجوز يعني زي أب إذا ده المصروف ناي جزا ناي دك أنا جزا بما يرضي الله سبحانه وتعالى أبتي دليو أبتي نتحدر يعني يخدم الزواج أبو خص مصروف خيدا له مش لما عالتي جنزبا بإذا له خير خلاص يعني نبقى ردي أتهب حتى الصدقة بجنزب سبعة ما يجوز شرعا لازم استئذان كله له حتى الحر صبح جيرة ولا بعد جيرة نقول بيت لها هنا الشرع يقول لها تستأذن الزوج ليش؟ لأنه هذا ماله
فزيدت له تفصيلات ريخة إذن أشتو له يعني فرق له في حياة الزوجية عظيم جدا يعني، فزي دليل على الأمانة مالتي. لكن أنا طبعا بعض الأحيان سويت نسمع مع اللون مثلا إنه ما في مشكلة، أنا مشكلة بلي نقربت تبكي كابز جذب شوية صدقة توسيخي، لكن الأساس أبجزها قفالو خمسة اتفاقية ضمنية مشالو بين سبعين كفتين سامي هو ده سمامي عم. لكن بعض الأحيان سبيتي أي تسامعني في ذا الجانب الحمد لله يعني تقبل، فهذا طبعا الله سبحانه وتعالى رقيب عليها، فزي ما يجوز شرعا لازم سوي كل شيء خلط له فيما يخص بيته، طبعا بدون مبالغات يعني كمان. طبعا من الحقوق كمان انت له اللي هو حق الزوج في الفراش، له تفصيلات برضه له طبعا. هذا اساس الحياه الزوجيه في هذا الشيء، لانه العفاف هو المطلق. فزي من اوجب الواجبات ومن اعظم الحقوق للرجل. وطبعا العفاف كله مش بالفراش بس، له اللي هو العفاف بالنظر، له لازم تتزين تتجمل المرأة، لأنه الرجل كمان يبغى يعف عينه، يبغى يعف إذنه، معناها تصبغ في الزارة بالله، يبغى يعف أنفه فتصبغ أنها تجنوا لها، زيت كل حقوقنا يسبعي ما له دخل بالظروف. قلعت بزيحهم صراحة لأني دخيمة إذا كل زي ما له دخل. لما عرفتي الواحد حميمه صلاتها يقدفني سجدي بأي طريقة كان سجدي. بنفس الشيء كانت حقوق الإنسان صادق خنقله مع رب العالمين حيؤديها لصاحب الحق بما يرضي الله باللي يقدر عليه، رب العالمين هو المطلع يعني. لكن انت إشكالية انت له إشكالية لما دائما ندحر مراقبة دي لله، لا تسب أي حقوقنا يسويتي هباية للصبير، لا سويت خاني خمجلي قرات هو أو تحت الضغط أو كمزي ندحر قال نقرا دليات حقوق كامل تبو نتادي اللي تاخذ بتصح. هيجي طبعا زغش يعني من غشنا فليس منا زغش. الواحد المفروض الإنسان مستقيم خونه له، يعني دائما الإنسان مستقيم خون كله حذار دائما بسلام يحلف أي شيء مما داخل الشيطان أي مسمى نفسي. طبعا والكثير يعني، ومن حقوقه برضو اللي هو رعاية أبنائه في البيت إذا أوجب الواجبات، دق أخت ريال الواب بالعوم كدانهم تمرتهم أخلاقهم تربيتهم ورعايتهم. يعني ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. من الرعاية أنها تهتم بالبيت مالتي. أستاذة منالبات أبزع أقل ما بالكي قواريتك قريتها قبر لي مبزحته جيزة بحلفي أبها قرنا زرعي مستحبرة سبنا انتهي له دك نستيو أبزني حقوقنا يساو أي مالتي دك نستيو كم زبالكيو أبسراح يتأنحى أبقزا قلعته له قاله له بزي مخنيات نتي انت أشمو زي مقبار ጽቡቕ ቀይራ ጽቡቕቲ ኮይና ዘይምጽናሕ ንሰብኣያ ብዙሕ ግዜ እዚ ይረኣዩ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ሰምዑ ኢኻ። ሕጂ እዚ ንሳ እውን ኣብ ስራሕ ዘለኹ ዓይነት ምስ ስራሕ ተብሎ ንምንታይ ኣቐዲማ እቲ ስራሕ ዝኣትወሉ ሰብኣያ ንገዛ ዝኣትወሉ ክትርኢ ዘይትኽእል? ኣብ ከምዚታት ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰባት ክበኣሱ ከብሉ ወይ ከዓ ክኸሱ ትሪኦም ኢኻ ከምዝን ኢሎም ምናልባት እንታይ ክትገብር ኣለዋ ኣብዚ ብፍላይ ነተን ደቂ ኣንስትዮ? والله زي سوء ترتيب وسوء تنظيم يعني جهل مالتي. خلاص اندحر سبيتي تمرعيا يلي بزحات له مثلا دك الاستيو انه مرأة ما شاء الله تبارك الله تهتم بنفسها بقرمتات مش عارف ايش مستمر عوت اول حنت مجمرت عمت او مجمرت وارح ما شاء الله تبارك الله مرعات يعني دحري وعروض قلتك نتصله في إهمالي مثله حجي كأنه تسبعي درجة ثانية وردان. حجيتي أبحانقول سبيتي ندحر سبعي درجة ثانية بكمين نمنتاي أبحانقولها ومثله نتاي تبلسه زي جزازنا يكلتين عندي زي حضرنا عندي زي أطم دكنا عندي خلاص ما في مشكلة. كم زي الألفة والاعتياد له كل شاطري هو ينامش شللت له خلاص يعني يصير شخص مألوف يعني. كان زين أي تريوني مثلا إنه السبعي زي يعني مكانته أعظم من مكانة أي إنسان تاني برا البيت. كونه بجزال له خوينه دائما الريو مش معناها إنه أنا خلاص يعني بالتجاهل كريو. هيجي التركيز نتابي خون حيلا كله بيخون أبدك أخوان. طبعا زقيقة لأنه الله سبحانه وتعالى يعني رتب الأمور للإنسان كل واحد ناتو له حق معين قصده له بدون إذا حقوق ناتو حد وسدت خلل مسألة مشاكل.
مقرجعه الإنسان حاجات له نفسية له عضوية له جسدية عقلية له سبأي يكونوا قولوت له ولا يبلون احتياجاتنا لازم وانسيتي خطبوا له هجي تهمالك ما تصخل له سوء ترتيب وتنظيم تأولويات لحد فرد وانسيتي دائما دقات قدم نزياتهم نمتين أشتم اليوم معلش تنزين اليوم خلاص بخموش لا تحتي ورد سبأي طبعا سبأي ذكي يعني الرجل مخلوق ذكي كم زخري كله سوء يدراغ يريد راح أتأخرنا طبيعي بتأخينا معلش صبر قبل شوية لكن طبعا إذا مشاكل يتقبر له المفروض والستي ترتب حياتها يعني خلاص أقول كي ما تخلو سبأي كل ودي أتطفن له لكن زربة بتليفون تدك كي حلفتي أشياء غير مهمة كي حلف مثلا أبي وضع له تثق أنه تزنبلاته أبسبعي وضع هيجي تسوي أنت دبلوستر معلش يتحمل كان يوم دين جزا خايو هيجي تسوي حسبه له حسبة بسيطة يعني يبي لي يعني سرح الأخون خبر رخصتي وأنا صفر وصل خمس معادلة لازم معلش هيجيت من الجراج أم سبيت مش الجراج أم صدقوا هيجي سبيت أيتفلتين لا انتهيت مشكلة أساس مشكلة هم تاني مثلها بقى إهمال سوء ترتيب وتنظيم مهما قال له بجزاء أقول مهما أشغال له أول شخص أولوية دلوه سبعي أول شخص يعني أول شيء لازم كل حاجاته تتلبى يعني باللي تقدر عليه الناس تساوي معك عندها تقصير كركب كله يعني الواحد يكون واضح مع رجله أول شيء كالرأي كله تحتيه كل شيء ما تصخل له دكان الساقر ما تصخل له خلاص الحياة تستقيم لكن زي دائما تايخون دلوقتي ما تصخل له سبعي مسكيناي تحت ورد له درجة ثانية درجة ثالثة أنت تورد القصقص دولة تحت ورد لأنه لو معلتين أشتو خوينا مسأتهم الله صراحة إنه شوية ندعبي مسأتومية ندعبي خمان مسأتومية هيجي سبعي أنت يريالو إنه هو من مكانه يبلون منزله يبلون قيمة يبلون فزي طبعا يأثر على الجو العائلة بقرش أو جماعة مالتي فزي ما سيتنا قال نحنا التنظيم ثم التنظيم ثم التنظيم والأولوية دائما للرجل ولا تدك أخذ في كذا على الجنب ما مشكلة دحري يمكن إصلاح ما يمكن إصلاح مساعدة لكن بالسوء دحر أي شيء فسد ولا تبلاشيو صعب جدا يعني التعامل معه فالأساس في الزواج هو الرجل يعني هو أبتحدر تأثير جبري طبعا حتى في علاقتهم هم الاثنين يعني سواء سويت نفسهم يعني مشكلة يعني صراحة تقول تزربح قد فوي أساسا يعني من كتر ما يجرج أو وحشة متص شوية بتوحشة هنتصل متص بس نفوري متص دحريو خلاص يصير في إيش طلاق نفسي له ولا فتح حقيقة نحديله فتح نفسي له أو عاطفي له خلاص ندقهم يوم طرح إذا حدا رزي قال له لازم ندقهم طرح والمسألة بسيطة يعني حلها بسيط كومتاتو نقاتم حقيقي زي بفلاي ندق خالك منبر حجي ندق خالك منبر سي تي مጨረሻ ውሳኔ ሳትወጽሖ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወላድ ሰብ ኣብ መንጎኦም እውን ሓደ ነገራት እንተሎ ደቂ ስለ ዝኾኑ ደቂ ኺልክ ስቕልኪ ኮፈሊ ዝበሃል ነገራት ኣለዎ ሕጂ እቲ ሓያት ምስኡ ትገብሮ ዘለዋ ስኒ ዳርጋ ከምዚ ተፀንቀቐ ተወደአ ነገር ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ነዚ ብኸመይ ክትዕርዮ ክትክእል ኣለዋ طبعا إذا مشكلة هي أساسا ندق إلى لهم معنتي إذا حدا رزي قائم ندقهم يلوم معناها أنت تكون متأكد أفت موقعهم حقوق واجبات يلا خلاص طيب الزواج كله الله سبحانه وتعالى من قرره جعله نظام معين دحر بنظامنا يا رب العالمين خيد لنا زي كلام فاضي دحر نمتاي سباي حقوقنا يوسد لنا ولا واجبات ناتو أقصى الواجبات ناتو نتاي جزا خفر جنزب أمسيو نبرم راح حلو ولا مو مع السلامة كده يبلغ نقول تزاربوا تقولني نمتى خمسة قبل كان نمتى اليوم صاحلين نمتى إذا خد ما من حقها يعني نمتى السات حقوقنا تقبري لنا تجاهه يعني طاعة يلن المعاشرة بالمعروف يلن الإعفاف يلن رعاية المال يلن في تحبب للزوج يلن كله ترفي حيجي نظام دك أنت خمسة موظفين مالك يوم الحمد لله حيجي الزواج في الإسلام ما يقوم على كده أنا دك هاي زي نتيجة تم دكي نتيجة الزواج لكن نوع يكون مرعى ولا تحضر أول شيء 70 نتولف على بعض رحلة طويلة اسمها عازي لو معتي دخلت عامل 6 عام تكون أو نوع حاجة زي طيب صباح نقول زم دكهم زياتكم مرعى وخبر يوم سبيتي تباربر تكتشف إنه أنا يعني خسارة له اعترافي لن يعني نانت جاي
فتمسك في نفسها. طبعا سبعي حل له أقل ما في الحلول نتاعي 5 كله حدار نبرو هيدو خليتي مرعى يحل الموضوع كله. طب سنة تكبر يا دحري ولا حنتي. فالأساس إذا 70 سبيتنيهم الأساس دقوم يكون دقوم نتيجة. تحس 70 سبيت مرتاحين كوينهم منسجمين كوينهم صبوا على نبرهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى معناها هم عندهم كل يوم بحنسات حاجزهم كعبيهم خولهم بالطريقة اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. ده كل يوم لكن مش مرتاحين الجراج أو مشاكل دخلنا قرا لهم منقوم فهم دقوم كأني مشاكل حيزهم كعبيهم فبالتالي خسراني مادتهم المعادلة كلها. بارك الله فيك أستاذة خديجة تاجزي ودي الله إن شاء الله هم زمت لهم رهبنا مالتي أنا لما عدت بزي ودينا إن شاء الله. جزاكم الله خير. بتعمي زمزجناكي جزاك الله خيرا زمت له إن شاء الله كن قصولينا بفلا أبز حياة الزوجية قفيحين سفيحين سلزوهنة إن شاء الله كاباخو بزحنا قرينا نتبه مالتي بارك الله فيكي بتعمي زمزجناكي. يا هلا وسهلا فيكم حياكم الله. الله يسلمك. كمون كبرات تخطاتلتي تلفزيون سلام نايلو معلت بزودينا لنا زمت دولو سومن كسابنا الراخب دحن كنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي لبنة هذا المجتمع وأساس الخير المجتمع أمي وأبي أختي وأخي لا ريب يكون الخير معي.